لو بتدور على طريقة تحول بيها صورتك لكاريكاتير يبقى انت في المكان الصح. جبتلك بدل الطريقة 2. الطريقة الأولى ودي اللي هنشرحها في فيديو النهاردة، وهي باستخدام موقع جامد جدا اسمه لايت اكس. تابع معانا الشرح وما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك جديدنا أول ما ينزل. يلا بينا. السلام عليكم، معكم طارق جاد، وزي ما سمعت كده في مقدمة الفيديو النهارده جايب لك طريقة سهلة وبسيطة جدا علشان تقدر تحول بيها صورتك لكاريكاتير بشكل مضحك كده وجميل وخفيف وبضغطة زر. تابع معايا شرح كويس جدا وركز، ويلا بينا ندخل على رابط التدوينه اللي هسيبه لك اسفل الفيديو في الوصف. هيدخلك على رابط التدوينه الخاصه بموضوعنا النهارده. كل اللي عليك يا صديقي العزيز هتبدا تنزل للاسفل كده وهتلاقي شرح مفصل عن الموقع اللي معانا النهارده، موقع لايت اكس وطريقه الاستخدام بتاعته. طبعا سيبك من الكلام ده كله وركز معايا في الشرح، ومن غير ما تقرا اي حاجه هتضغط على طول على زياره الموقع، هيوجهك مباشره للصفحه دي. وطبعا لو انت مش مسجل دخول بتسجل دخول بشكل طبيعي، هو بيقولك ان هو هيديك 7 ايام بشكل مجاني. سيبك من الكلام ده خالص وما تركزش فيه. لو ضغطت هنا هيبدأ ان هو يدخلك في متاهات وتسجل بفيزا والكلام ده. لا، انت بس اقفل كده بالشكل ده وابدأ سجل دخول. بمجرد ما بتسجل دخول ومن خلال الرابط اللي انا سايبهولك في التدوينه يدخلك مباشرة للأداة اللي جوه الموقع ده اللي بتحول صورتك لكاريكاتير بضغطة زر. طبعا زي ما انت ملاحظ كده هو مديك 5 كريدت، هو بيديك 5 كريدت يوميا مجانا، بتقدر تعمل بيهم 5 صور، لان الصورة الواحدة بتحتاج منك 1 كريدت. تمام؟ ركز معايا في الخطوة الأولى. هنبدأ نرفع الصورة، بنضغط هنا على أبلود إيميج وبنبدأ نختار الصورة اللي احنا عايزين نرفعها. في حالتي مثلا هختار الصورة دي بالشكل ده وهضغط اوبن، وبتنتظر كده لحد ما يرفع الصورة. بتظهر معاك بالشكل ده. تسيب كل حاجة زي ما هي وهتنزل بس تختار الستايل اللي انت عايزه. طبعا اللي على اليسار ده دي كلها ستايلات للبنات، واللي على اليمين ستايلات للشباب او الرجالة. تمام؟ فبتختار اي شكل انت حابه، فيه اشكال كتيرة جدا وجميلة ومضحكة. طبعا مثلا نختار مثلا رجل الاطفاء ده بالشكل ده، وهنبدأ نضغط جنريت، وفي ثواني معدودة بيكون حول لك الصورة بتاعتك بالشكل زي ما انت شايف كده. وكل ما تجرب اكتر هيديك اشكال مختلفة ونتائج مختلفة عن النتيجة اللي قبلها نهائيا. زي ما انت شايف حاجة جامدة جدا وبشكل مضحك تقدر تعمل بيها صورة افاتار ليك تبقى مختلفة عن اي حد تماما. طبعا الموقع مش بيعتمد على الاداة دي بس، الموقع مليان افكتات وفلاتر جامدة جدا تقدر تحول صورتك باشكال مختلفة. وزي ما انت شايف كده انا جربت كذا فلتر. في فلتر بيحول صورتك بشكل كده غامض واقعي كده زي ما انت شايف، وفي كمان فلتر تاني بيحول صورتك لكرتون. تقدر تحول كذا شكل وكذا طريقة. وهسيب لك انا الموقع بقى، انت ادخل وقلب فيه براحتك واكتشف المزايا الجامدة اللي فيه. هتلاقي مميزات جامدة جدا، وطبعا اي ميزة بتستخدمها بتاخد 1 كريدت، فانت ليه 5 يوميا. وطبعا عشان تقدر تستخدمه اكتر بكتير طبعا هتضطر ان انت تعمل تسجيل خروج وتعمل حساب جديد. كل ما تعمل تسجيل حساب جديد بتاخد 5. ومثلا انت عملت 10 حسابات، كل حساب بيديك 5، يبقى انت واخد 50 محاولة في اليوم. وتاني يوم هتدخل تسجل دخول بنفس الحسابات اللي سجلت بها في اليوم اللي قبله، هيديك 50 تاني، وهكذا وهكذا. وبس كده، ده كان شرح النهارده. ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول ما ينزل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.